تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنقل على عينك وتعمل حاجه ادي تاني انفلحت، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. تبدا. المهم بعد تفكير طويل والحمد لله طلعت بفكرة محتوى يمكن تكون غريبة شوية وما شفتهاش قبل كده، بس مش مشكلة. طبعا الفكرة هتكون عبارة عن ايه؟ أنا في التجارب هنا. أيوه زي ما قلت لك كده بالظبط. الموضوع بكل بساطة إن أنا ولا كابتن ولا أنا مدرب ولا شخص عنده خبرة الكافية إن أنا يقدم محتوى عن اللعبة أو أنصحك نصايح خنفشارية زي اللي بتشوفها على النت. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ والتمرين ده بيعمل كذا للباي، ولو خدت مادة كذا او مكمل كذا. انا باكل اللي امي بتحطه. المهم ما سمعتنيش صح؟ ايوه هو كده. مش فاش على نظام غذائي اصلا ولا اي حاجه. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. طبعا. فانا هعمل ايه؟ انا هكون فرد التجارب بتاعك يا صاحبي. يعني بعباره صح، يعني اذا افترضنا مثلا ان في نظامين تمرين، واحد عباره مثلا عن 3 أو 4 ايام، واحد تاني عباره عن 3 أو 4 ايام. النظام ده ليه حاجاته، تمارينه بمجاميعه، وقت عدد وعدد تمارين مختلف، تسخين مختلف نفسه، معلومات انت ممكن كلاعب ما كنتش تعرفها قبل كده. انا هجرب ده واقيم لك قبل وبعد واعمل لك مقارنه في كل حاجه كتمرين، وفي نفس الوقت كتحسن كاداء. مع احاول اني اثبت نفس العوامل كلها، يعني مثلا ايه زي اذا ما حصليش دروب في اليوم اللي قبله هكون نايم نفس العدد الساعات عشان ما يكونش فيه تاثير على التمرين ده قبل وبعد. بس فانا اللي هجاوب لك كل ده. وضيف قناه واشترك، يمكن تعجبك بعد كده. لو مش عاجبك دلوقتي اشترك برضه عادي، مش هتخسر حاجه يعني. اشترك يا عم بس كده. سلام. والله اللي اعرف ان فيديوهات التغيير الجماعه ابو زيد والدحيح وناس العقيل، الفيديوهات دي كلها كانت بتطلع الساعه 2 بالليل. مش عارف ايه اللي خلاها تطلع الساعه 10 الصبح يعني. التغيير بقى. المهم مش خالصين يا عمر، بحاول التسعير يا جماعه. الله ربي عايز اخلص. عندي فاينل اليوم السبت. احنا في نص الفاينل اصلا علميا يعني. قبل يا عم انا عبد الرحمن ان شاء الله. قناه اسمها جاست عبد. انا بقول الاسم ليه يا اخي؟